امبارح كان آخر ماتش لصلاح مع ليفربول، لحظة الناس اللي بره النادي كانت حاساها ومتأثرة بيها أكتر من كل مشجعين ليفربول أو حتى كل المصريين اللي بيشجعوا صلاح. كان وداع أشبه برحيل توتي عن روما أو ميسي لما مشي من برشلونة، أو الجماهير اللي كانت بتعيط كانت شبه الجماهير اللي كانت بتعيط في الاستاد وقت رحيل فان باستن عن اي سي ميلان. أحب أقول لك إن صلاح بنفسه خلانا نحط اسمه وسط كل الأساطير دي من غير ما نحس ان في اي حاجه غريبه، من غير ما حد يقول ان احنا بنطبل له او ان راينا فيه شويه مغالاه لانه بس مصري. صلاح كتب قصه لو حكيتها لاي حد ما يعرفوش هيفتكرها فيلم، من لعيب صغير في نادي في مصر، نادي مش جماهيري، للعيب محترف الناس حباه وبتسمع عنه، لفجاه لعيب مصري في تشيلسي. الناس كانت بتقعد على قهاوي مخصوص عشان تستنى ماتشات تشيلسي. تيشيرت ازرق عليه رقم 15 موجود في كل حته في مصر بتروح، والمفاجاه ان التيشيرت ده اللعيب مش بيلعب اساسي. الناس كانت بتقعد على القهوه تستنى ينزل في الدقيقه 60 ولا 70 على امل بس اللي هو يعمل باصتين ثلاثه حلوين. ولما جاب جون في ارسنال في ديربي لندني حرفيا مصر اتقلبت. انا فاكر ساعتها ان الخبر ان صلاح جاب جون في ارسنال اتقال في نشره الاخبار اللي بتبقى في الطابور بتاع المدرسه، وساعتها كل الناس فرحت الفرحه بتاعت الغاء اليوم الدراسي، طلاب بمدرسين. بس الفكره بقى يا اخي ان اللاعب اللي سجل ده ما لقاش مكان اساسي في النادي اللي هو بيلعب فيه، فراح قال ماشي خلاص عادي مفيش مشكله، عادي ان انا انزل خطوه ولا اتنين لتحت بس عشان ارجع اقوى. السهم عشان يروح لبعيد بتحتاج ان انت تشد لورا قوي، وعشان كده فعلا قدر هو يروح ايطاليا. راح قعد سنتين ونص هناك، ما بين 6 شهور لفيورنتينا وسنتين لروما، وهناك قدر هو يخلي اسمه من اقوى الاجنحه اللي موجوده في الكوره في الوقت ده. وبعدها قرر هو يرجع مكان ناس كتير قوي قالت ان هو فشل فيه، قرر يرجع الدوري الانجليزي بس المره دي بتيشيرت احمر مش ازرق. يا قالت انا بصراحه ده قالت انا. اقعد يا جبل اقعد يا جبل. وكل الخوف على اللي جاي مش على اللي بعد كده. ليفر وقتها كان فريق واقع شويه، واحد من زعماء القاره بس بقاله 10 ولا 11 سنه مش شايف قدامه. اكبر انجازاته بعد الشامبيونز ليج اللي خدها في 2005 انه وصل للنهائي بتاع 2007، ومن 2005 ل 2015 حصل مرتين على المركز الثاني في الدوري الانجليزي، ده غير شويه كؤوس على كوميونتي شيلد على اي حاجه من الحاجات دي. كمان الفريق كان بيطلع في اوقات كتير في المركز السادس والسابع والثامن في اشكال غريبه ليفربول نفسه ما كانش متعود عليها، وده لغايه لما جه مدرب جديد. مدرب نجح في تجربتين قبل كده مع ماينز ودورتموند انه يحاول يخلق فريق تنافسي قوي واثق في نفسه وقادر اللي هو ينافس على البطولات، وفعلا جه يورجن كلوب وبدا اللي هو يشتغل على ده مع ليفربول. بس من ضمن الحاجات اللي بدا يشتغل عليها في النادي كان صلاح نفسه، من لعيب كويس جناح هداف سريع شويه للعيب سوبر فعلا قدر هو ينفجر في اول موسم ليه مع ليفربول. وانا هنا بقى مش جاي احكي لك عن صلاح عمل ايه مع ليفربول والارقام اللي كسرها والبطولات اللي خدها مع النادي والالقاب الفرديه وكل الكلام ده كله، انا جاي عايز اقف معاك في الماضي بالظبط في يوم 22/6/2017 ونقف من النقطه دي ونبص على بقيه المستقبل. والتاريخ اللي احنا هنبص عليه قدام هو مش بس ارقام بل مشاعر، لان صلاح من اول لما رجع الدوري الانجليزي قدر اللي هو يجاوب على اسئله كتير قوي بس بشخصيته. من لعيب وهو جاي قالوا ان هو كده كده فشل في الدوري الانجليزي وما عرفش اللي هو يثبت حاجه مع تشيلسي، كسر الدنيا في اول موسم هو جه فيه، قالوا لك ماشي ده وان سيزون وندر وهو موسم بس اللي عمل فيه كده ومش هيتالق تاني، وده بالفعل موجود كتير في الدوري الانجليزي ويشهد على ده ناس زي رياض محرز وفيل فودن وبرونو وبرناردو سيلفا. بس صلاح كسر الدنيا لمده 8 مواسم ورا بعض، خلى جمهور ليفربول يبقى عارف ان انا كده كده عندي لعيب في الموسم بيشارك على الاقل في 30 جون لو ما كانش 40. والموسم الاخير اللي احنا لسه مخلصين ده اللي الناس شايفه ان ده من اسوأ مواسم صلاح، هو مساهم ب 21 جون 12 هدف و9 اسيست. الارقام دي بالنسبه للعيبه تانية لما يجيبوها ده بيبقى الموسم اللي هو كسر فيه الدنيا. ومش قصدي بس لعيبه عرب بتلعب في دوريات اوروبيه، لكن حتى قصدي على لعيبه بتلعب في فرق كبيره لما بتعمل الارقام دي يقول لك والله هو عامل موسم كويس بس عنده احسن. لكن بالنسبه لصلاح يقول لك لا ده اوحش موسم لصلاح، وده لان صلاح نفسه هو خلانا دايما نحطه في التوب ليفل، دايما نقارنه بافضل حاجه. والمرحله دي والعقليه دي والطريقه دي دايما ما بتحصلش غير مع اللعيبه الكبار بس، لانك عمرك ما تروح للعيبه زي بالمر ولا ساكا ولا روجرز ولا اي لعيب تاني في الدوري الانجليزي هتقول ده عامل موسم وحش عشان بس مشارك في 21 جول. لما بيعملوا كده بيبقوا لعيبه اعجازيه، وبالنسبه للاعلام الانجليزي بيروحوا طايرين بيهم السما واحنا عندنا احسن لعيبه في اوروبا. لكن ببساطه انت عندك لعيب مصري كبير عنده 33 سنة بيلعب في أقوى دوري في العالم قدر يحقق الأرقام دي اللي أنت شايفها وحشة، ومع ذلك هو ما لعبش كل الماتشات، اتهمش كتير وقعد على الدكة كتير، جه وقت الإصابة بتاعته ولعب أفريقيا وكل ده وهو ما شاركش في كل ماتشات الموسم. مع إني نفس اللاعب ده في أول 6 مواسم ليه مع ليفربول ما قعدش غير 10 ماتشات بس، وكان مساهم في أكتر من 50% من أهداف ليفربول في الوقت ده، وكان جنبه مين؟ ساديو ماني
وفيرمينيو. فلعيب بالامكانيات دي وبالفورمه دي وبالعقليه دي ما تقدرش تقول عليه انه وحش عشان بس كان مخيش في سيزون الفريق كله وحش فيه. الفريق كله واقع ومفيش ولا خطه ولا هويه ولا اداره باينه ان هي موديه النادي في حته صح. وغير بقى كل ده، صلاح حتى بالموسم ده وهو ماشي هو بطل شعبي لجماهير ليفربول، بيتحط اسمه جنب كيني دالجليش وجيرارد وآن راش بمنتهى الاستحقاقيه. الموسم اللي فات صلاح وصل لدرجه اعجازيه من التألق لدرجه ان هو قفل الدوري الانجليزي كاسيستات وكاهداف ب 34 جون و23 اسيست. كان الاعلى في الاثنين في الدوري الانجليزي، اللي فيه ناس متخصصين للاسيستات وفي ناس متخصصين للاجوان، هو بيعمل الاثنين في فريق لوحده. لو بيشوط الكوره وبيرجع هو يستلمها ويجيبها جون مش هيوصل للارقام دي، ومع ذلك هو كان قادر حرفيا ان هو ياخد الفريق كله على كتفه ويطلع بيه. وعشان ما عملش نفس الدور ده السيزون ده عشان الفريق كله وحش مع تغييرات في الاداره، برضه بقى بالنسبه للاداره هو الوحش. عشان تعرف تاثير صلاح على الدوري الانجليزي، فهو قبل ما يوصل كان في اكتر من 30 رقم قياسي متوزع على لعيبه كتير زي جيرارد ولامبرد ودروجبا وروني ولاعيبه تاني كتير غيرهم. 30 رقم القياسيين دول متوزعين على 12 لاعب تقريبا، واللي بالمناسبه اللعيبه اللي بقولك عليها دي تعتبر هم السكان الاصليين للدوري الانجليزي. بس بعد وجود صلاح بقى كل ده بقى باسم لعيب واحد بس، لعيب مصري اسمه محمد صلاح. ومش بس كده يا اخي، صلاح مع ليفربول قلب الرأي العام اكتر من مرة بسبب احقيته في الكرة الذهبية، وده لان هم كانوا شايفين ان هو يستحق اكتر من المركز الخامس اللي حصل عليه مرتين بكتير. ومش بس كده، صلاح بالنسبة لجمهور الليفر هو اسد قوية قوي مخليهم يامنوا ان هم في اي وقت يقدروا ان هم ينافسوا السيتي والريال سواء في الدوري الانجليزي او في الشامبيونز ليج علشان بس معاهم صلاح. صلاح بنى موديل كامل لاي طفل وهو صغير بيقول انا نفسي اطلع زي صلاح. بنى الموديل ده علشان الاطفال دي تبقى عارفه صلاح بيعمل ايه بالظبط، من عقليته والتطوير فيها باستمرار لتمرين لذكائه في الملعب وذكائه بره الملعب لتصرفاته وخطواته وكل حاجه بيعملها. وحتى احنا كمصريين لما شفنا مرموش بيروح السيتي، واحد من اكبر الفرق دلوقتي ومن اقوى الفرق حاليا، اتبسطنا ليه فعلا وفرحنا بيه. بس قلنا بقى عندنا 2 لعيبه جامدين مش واحد بس، وده لان صلاح ادانا شعور انه عادي انك تبقى لعيب كوره احسن من كل اللي بره، وعادي انك تنافس على اكبر البطولات، عادي انك تفضل في التوب ليفل ده لمده سنين، وعادي انك تشيل فريق بحجم ليفربول وباسم ليفربول لوحدك، عادي انك تكسب بطولات النادي نفسه بقاله كتير قوي ما خدهاش ومفيش لعيب عربي يحلم اللي هو ينافس عليها، عادي ان العالم كله يبقى عارفك وعارف انت مين وجنسيتك ايه. صلاح بالنسبه لنا احنا كمصريين وبالنسبه لجمهور ليفربول هو حاجه كبيره قوي، احنا نفسنا ساعات ما بنبقاش شايفين حجمها او ما بنبقاش شايفين هي عظيمه قد ايه. كان دايما بالنسبه لجمهور ليفربول بيحسسهم قد ايه انه جوهره وانه بيحقق لهم كتير وفعلا بيحبهم وكانه ابن النادي. كان فعلا بيحترم الجماهير اغلب الوقت، وكان دايما ما بيبقاش عايز يعمل مشاكل علشان صورته وصوره النادي وصوره الجماهير. وده كان بيبان في مواقف زي لما ما كانش بيحاول ان هو يتخانق مع كلوب قدام الناس، او حتى في الفتره الاخيره لما كان في مشاكل كتير ما بينه وما بين ارن سلوت، او لما الاداره كانت تقلانه عليه موت عشان تجدد له وفي الاخر جددت له في شهر 4. صلاح حسسنا كلنا اننا نقدر واننا هنفتخر باي حد هيعمل ربع اللي عمله صلاح. كل اللي محتاجينه ان نلاقي بس ان في حد عنده بذره، عنده امل، عنده محاوله، واحنا هنامن بيه. ممكن كمان تعتقد ان اغلب ايام صلاح في ليفربول كانت حلوه، وده بسبب ان يورجن كلوب كان قادر يخلي الجمهور يحتفل ويفتخر بالفريق لما يخسر البطوله قبل ما يكسبها، ودي حاجه تحسب لكلوب وتحسب للجمهور. الا ان اخر ايام صلاح هي اللي ما كانتش احسن حاجه، ورغم كده صلاح كان دايما بيحاول هو يتعامل مع كل المواقف اللي بيتحط فيها بذكاء علشان ما يخسرش جمهور ليفربول وما يكسرش الارث اللي هو عمله للنادي. كان دايما بيفكر ان انا مش عايز اعمل اي تصرف غلط علشان ما اخسرش النادي زي ما عمل ارنولد مثلا، وفي نفس الوقت كان دايما بيحاول هو يكسب الكل وما يبقاش عليه انقسام زي ما مثلا في ناس منقسمه حول ماني، ناس بتحبه والناس لا. صلاح كان بيعمل دايما كل حاجه لجمهور ليفربول علشان يثبت لهم ان انا بحب النادي ده بجد. ممكن يكون ان اللي صلاح عمله هو عادي شويه بالنسبه لدول تانية غير مصر او بالنسبه لانديه تانية غير ليفربول، لكن اللي احنا متاكدين منه انه لا خلاف ان صلاح فعلا صنع مجد، ومش اي حد يقدر هو يعمل اللي عمله صلاح في ال9 سنين دول. مش كل الناس تقدر تحافظ على نفس العقليه ونفس الاستمراريه لفترات طويله بل وتطورها، وده اللي هيخلي مش كل الناس تقدر تكون زي صلاح. صلاح مختلف. قصة صلاح مع ليفربول هتفضل من أقوى القصص اللي ما بين لعيب ونادي، وهتفضل من أحلى القصص في العموم، واللي فيها البطل بيكبر معاك وبيحقق كل إنجازاته قدامك، وكل ما بيحقق حاجة جديدة انت بتفتخر بيه اكتر واكتر وبتقول له كمل. وفي النهايه يا اخي ده كان بعض الكلام اللي انا كنت محتاج اقوله عن قصه صلاح مع ليفربول. مش دوكيومنتري خالص ومش كلام علمي ومش كلام بارقام، ولكنه احساس وشعور جوايا بجد عن صلاح. فلو انت متفق معايا في بعض الامور اللي انا قلتها تقدر انت تدوس لايك وشير وسبسكرايب، ولو مختلف فممكن تكتب لي رايك في الكومنتات ونتناقش سوا. ودي كانت حلقه بونص من كنت في الاستاد، وانتظرنا الموسم اللي جاي قريب ان شاء الله في كاس العالم. سام مرسي.